دانشمنت للكاتب الموريتاني أحمد فال الدين، هي عمل تاريخي يتناول فيه الكاتب السيرة الذاتية للإمام الغزالي. يأخذنا الكاتب في رحلة زمنية عبر مدن إسلامية مهمة مثل بغداد والقدس ونيسابور وأصفهان. خلال هذه الرحلة يغوص بنا أحمد فال الدين في رحلة الغزالي الفكرية والروحية، مستعرضا تحولاته من عالم الدين إلى الصوفي. دانشمنت عنوان الرواية، هي كلمة فارسية وتعني عالم العلماء أو الإمام، وهي وصف للإمام الغزالي. هو عنوان يشد الانتباه كما يشد انتباهنا مسيرة الإمام الفقهية الغنية بالشك واليقين والتأليف. والمثير في الرواية أيضا أن الكاتب استطاع أن يدخلنا في أغوار نفس الغزالي عبر حديث ذاتي في جل صفحات الرواية، ليكون الصوت الداخلي للبطل محركا رئيسيا في الأحداث. فأنت لا تقرأ عن الغزالي، بل تسمع ما يجول بخاطره، ما يشغل عقله، فتعيش معه قلقه وتقلبه طوال لياليه من ألم وشك، وتتألم لوجعه. طافت بنا الرواية في عوالم الإمام لنتساءل عن أنفسنا، هل حقا نعرف ذواتنا؟ قراءة ممتعة.